احنا مسا على اخواتي وحبايبي، عاملين يا رب كلكم تبقوا بخير وصحه تملي كده يا رب. وزي ما ابتدينا بنلاقي حاجه، صلى على سيدنا محمد وبعد صلاه سيدنا محمد. النهارده هنتكلم عن ماتش نادي الاهلي ونادي الاسماعيلي. انت في مصلحه نادي الاهلي بنتيجه 1-0، ونقول كل التفاصيل، فخليك معانا لغايه النهايه ويلا بينا على الفيديو. احلى مسا على اخواتي وحبايبي، يا رب كلكم تبقوا بخير وبصحه تملي كده يا رب. وزي ما اعتدنا بنلاقي حاجه، صلى على سيدنا محمد وبعد الصلاه على سيدنا محمد. النهارده هنتكلم عن ماتش نادي الاهلي ونادي الاسماعيلي اللي انت في مصلحه نادي الاهلي بنتيجه 1-0. قبل اي حاجه، عشان الماتش ده فيه حاجات كتير قوي وكل حاجه، وفي تشابهات، في اخطاء، بس انا كعلي محتواه من زمن الزمن. انا ما بتكلمش عن الحكام ولا بتكلم عن اخطاء حكام او جون ده صحيح او جون ده غلط. انا بتكلم كوره بس، بتكلم كتحليل مدير فني، كطريقه لعب كوره بس. ما بطلعش اتكلم، ما بجيبش سيره الحكم عموما في الفيديوهات بتاعتي، فمحدش يقول لي أصل شوف الجون ده اصل المفروض مش يتحسب، اصل مش عارف ايه، اصلي مش بتاعتي، مش نقطتي ومش حتتي. خلصانه خلصانه. فخلينا نتكلم ككوره. نادي الاهلي بدأ الشوط الأولاني ضغط شرس على النادي الإسماعيلي. أساسا كان النادي الإسماعيلي بادئ الشوط الأولاني دفاع بحت، دفاع يعني طارق العشري اللي هو تقريبا أقوى مدرب عندك بيدافع، ما بيدافعش الطريقة اللي دافع بيها الإسماعيلي دي. دفاع دفعوا بطريقة. الشوط الأولاني الإسماعيلي كان بيدافع بطريقة مش عارف أقول عليها إيه، طريقة جامدة أوي. بيدافع، كان فيش غير محمد الشام بس هو اللي قدام بس، والباقي كله ورا. دافع 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 دافع. الشوط الاولاني النادي الاهلي هو اللي كان مستحوذ، هو اللي واخد ركنيات، هو اللي بيشوط، هو اللي بيضيع فرص. هو اقعد قولوا هو دي من النهارده لغايه بكره، من هنا للسنه الجايه. شوط اولاني كل الكلام ده شوط اولاني. النادي الاهلي شوط اولاني كان عامل كل حاجه، الاسماعيلي كان بيدافع بس، وكان بيدافع بشكل صحيح، وكان ظابط دفاعه، وكان كله تمام 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 تمام. الاسماعيلي وكل بيدافع زي ما قلنا. شفنا بعد كده الشوط الثاني دخل، بدأنا الشوط الثاني على بسم الله وعلى بركة الله وكل حاجة تمام تمام. نادي الاسماعيلي نازل بنفس الطريقة، نادي الاهلي نازل بنفس الطريقة. في الدقيقة 50 بيرسي تاو يرزع أول جون. بيرسي تاو زي ما كنا بنقول زمان بيبسي تاو، رزع أول جون. تاو 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 رزع أول جون في الدقيقة 50. عشان بس نقول تاني، الجون ده ممكن حد يقول لي انت ما قلتش ان الجون مش عارف ايه، ولا لا لا، انا بقول تاني، انا مش بتكلم حكام، انا اتكلمت ككوره وبقول لك الاهلي جاب جون في الدقيقه 50 وبيرسي تاو رزع الجون. ماليش دعوه الجون ده صحيح او مش صحيح، مش بتاعتي، مش نقطتي، مش حتتي، ماليش دعوه. فالنادي الاهلي رزع اول جون عن طريق بيرسي تاو في الدقيقه 50. جون كان جامد حلو جدا من بيرسي تاو ببطن الرجل في الشباك. بيرسي تاو المعلم اللي كان صنعه خالد فتاح الباك. شفناها في الدقيقة 50. بعد كده شفنا جون من نادي الإسماعيلي في الدقيقة 55 بعد 4 دقايق بالظبط، من مدبولي. هو اللي شاط الكورة، كانت في أول شوطها بس لمسها محمد الشامي وتحولت الكورة جون. لكن الجون دوت الحكم حسبه هندس على محمد الشامي، يعني قصدي محمد حسن، خط الوسط محمد حسن حسبه هندس على محمد حسن. ماليش دعوة الكورة دي هندس أو مش هندس، بس أنا جايب الحكم حسب ايه واطلع اقول الحكم حسب ايه. الحكم حسب ان الكوره هندس، فالجول اتلغى للنادي الاسماعيلي، والكوره حسبت هندس، والجول لا يحتسب لنادي الاسماعيلي. تعالى بقى سيبك من الاسماعيلي بتاع الشوط الاولاني ده خالص، انساه اركنه على جنب. تعال بص الاسماعيلي الشوط الثاني. الشوط الاولاني الاسماعيلي كان بيدافع جدا، الشوط الثاني الاسماعيلي بدا يستحوذ على الكوره، بدا يعمل هجمات، وبدا نشوف وجه تاني للاسماعيلي، وجه هجومي بجد، هجومي. الاسماعيلي مش راح مره ولا اثنين وثلاثه، لا راح كتير وضيع كتير كره. الافريقي اللي عندهم هو نزلوه وضيع الاسماعيلي، عمل كذا كوره، ومحمد عماد لا اللعيبه لعبت ضيعوا كتير، والشامي ومدبولي ضيعوا. النادي الاسماعيلي قدر يلعب. طب انا مستغرب من حمزه الجمل، طول ما انت كان عندك كواليتي اللعب وعارف تلعب، ليه ما لعبتش حتى تبادل الهجمات الشوط الثاني، الشوط قصدي الاولاني، انت حتى كنت مش بتعرف تعمل هجمه مرتده. تعال بص بقى الاختلاف عند النادي الاهلي اللي خلى النادي الاسماعيلي يلعب اكتر. النادي الاهلي ما جاب ساعه ما جاب الجون وهو هديو شويه،
ان النادي الاهلي عنده كذا فرصه ولسه عنده كذا ماتش ان هو يقدر يخطف بيهم الدوري. اما الاسماعيلي خلاص في المراحل الاخيره، فالاسماعيلي عنده القوه ازيد من النادي الاهلي، عنده الروح هتبقى اعلى من النادي الاهلي. فشفنا النادي الاهلي كان بيرجع خطوطه ورا شويه، لكن شفنا الاسماعيلي كان بيضغط بقى كده كده خسران بقى، يضغط على الاهلي بقى، يوصل على الشناوي، يهدد مرمى الشناوي. لكن برضو كنا بنشوف شخصيه الاهلي بتظهر في الاوقات. برضو النادي الاهلي كان يمسك الكوره، كان بيستحوذ على الكوره، كان بيروح برضو يضيع، يعمل ويعمل ويعمل ويعمل. لكن الشوط الثاني اللي عايز اقوله، شفنا تبادل كوره من هنا لهنا، شفنا تبادل كوره من النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي، ده يمسك شويه ده يمسك شويه. غير الشوط الاولاني كان كله للاهلي، بس الشوط الثاني حمزه جمل عمل اداء لكن ما كانش عنده التوفيق انهم بجد ضيعوا كور كتير كان ممكن يتعادلوا او كانوا ممكن يجيبوا بيها المكسب. والنادي الاهلي برضه نفس الكلام ضيع، بس الاسماعيلي ضيع كتير. عمل شوط تاني كان جميل من حمزه الجبل ومن الاسماعيلي. وبس يعني نهايه الشوط التاني اللي عايز اقول لك عليه اللي هو كان شوط تبادل الكوره من الطرفين بس. واتمنى بجد النادي الاسماعيلي ما ينزلش درجه تانيه، واتمنى انه يكسب اي ماتش من الماتشين اللي فاضل له. هو فاضل له ماتشين، واحد قصاد الاتحاد وواحد قصاد الداخليه، محتاج يكسب 3 بونت من اي ماتش منهم. اتمنى ان هو يكسب ويفضل في الدوري، ونشوف الموسم اللي جاي بالشكل الاحسن والاحسن وبس. والنادي الاهلي بيقدر خلاص بنسبة 90% النادي الأهلي بيقرب على حسمان الدوري ليه، الدوري اللي 43 تقريبا. فخلاص كل شيء قرب ينتهي. وبس النهارده كده كل الكلام ده في الفيديو النهارده. فنهاية الفيديو متنساش اللايك والشير والسبسكرايب. يلا سلام.